انا الفيب دي بهدلت لي قولون، على طول عندي انتفاخات ومش مرتاح، وكتير جدا بحس ان بطني قلبت. احنا قلنا الفيديو اللي فات ازاي تحدد السبب الحقيقي لتعب القولون ده، بس ازاي تتخلص من الموضوع ده، خصوصا لو من الفيب فعلا. اختار ليكويد نظيف وموثوق فيه، ما فيهوش اطعمه قويه وسكريات. ايوه، قوه طعم الليكويد مش دايما حاجه حلوه. اشرب ميه كتير، الفيب بتعمل جفاف، او حتى من غير فيب يعني اشرب ميه كتير. عامه نظم اكلك شويه، سيبك بقى من الشخلوبه والتنوره والحاجات دي، وركز شويه في الاكل والخضروات والحاجات اللي فيها الياف عاليه. حاول تقلل الضغط النفسي، الضغط النفسي زائد نيكوتين يسوي انفجار في القولون، او حتى التوتر لوحده. يعني ازاي تعمل ده؟ ممكن الرياضه الخفيفه، او حتى في ناس بتعمل يوجا يعني، وانا احتفظ برايي في اليوجا والحاجات دي لنفسي. يعني قلل نسب النيكوتين، كلما كان النيكوتين اعلى كلما كانت حركه القولون واضطرابه اقوى. واخيرا تابع رد فعل جسمك، لو في ليكويد معين او وقت معين هو اللي بيزود الاضطراب ده، حاول تغيرها او تمنعها خالص. ولو الاعراض فضلت مستمره او شديده، اتواصل مع دكتور وتابع معاه عشان يبعدك عن اي عوامل ممكن تعب القولون، مش بس الفيب يعني. سلام.